يقولون أحيانا الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، مثل غربي، وهذا فعلا أحيانا نواياك حسنة، نواياك جميلة، تتمنى الخير، ولكن للأسف النوايا لا تكفي وحدها، لا، انظر إلى النتائج، لا فقط المقدمات، لأن النتائج ترتبط بالمقدمات. وهذا للأسف ما يقع في المجتمع الشرقي، المجتمعات الشرقية بصفة عامة والعربية خصوصا. تأخذهم العاطفة، تأخذهم اتقاء أو خشية الفضيحة، والعاطفة التي للأسف تؤدي إلى جهنم. ولا الآن مثلا، أنا سأعطي مثل، الآن أحد في العائلة، في أي عائلة، قد يخرج شاب يتعاطى والعياذ بالله مواد ممنوعة، مواد غير مشروعة، كالمخدرات، كالبنتاجو، كالشابو، ك وإلى ذلك. هذا الشخص الشاب أكيد تخرج عليه، تظهر عليه أعراض، لأن اللي يتعاطي مثل هالمواد المخدرة لابد تطلع عليه سلوكيات غريبة، أعراض يعني تظهر عليه بوضوح، أصلا بوضوح، عنف، يعني من هالأعراض، بحيث إن الأهل المحيطين فيه أو حتى الأصدقاء والأصحاب وكل الذي يعرفه يعرف أن هذا يتعاطى. طيب، هنا الأهل عندهم ولد مثلا يتعاطى منذ زمن، الأهل بين أمرين، بين أمر إن ابنهم هذا يتعالج، وبين أمر إنهم يبلغون عن السلطات ذات العلاقة، السلطة المختصة عن هذه الآفة. لكن للأسف الحاصل كما قلت لكم، نتيجة العاطفة الجياشة تجاه ابنهم وخشية الفضيحة عند الناس، فضيحة، يقول كيف احنا، لا يبلغون عنه، يؤثرون السكوت، وهم لا يشعرون أنهم بهذا السكوت يؤدون إلى يفضون، يعني هذا يتسترون على ابنهم لارتكاب جرائم أكثر وأكثر، منها القتل، منها ومنها ومنها. شنو نتيجة العاطفة؟ نتيجة يقول لك احنا لا بعد نروح نفضح أنفسنا عند الناس، احنا نبلغ عن ولدنا. طيب، تبلغون عن ولدكم أفضل من أن يرتكب جرائم أخرى نتيجة هذه المواد السامة التي يتعاطاها. إيه نعم، راح بلغ عن السلطات الأمنية، بلغ عن السلطة ذات الاختصاص، ولا تقول أنت تقدره،
اللي يتعاطى ذا ما حد يقدره، انت ما تقدره يا اخي، ولا راح انت تقول له مثلا تعال اوديك الى المستشفى وراح يوافق، لا، هذا ما تقدره الا السلطات ذات الاختصاص، الجهات الامنيه في الدوله. نعم، سبحان الله. لكن انت عاطفتك الان خلى على جنب، العاطفه حين ما توكلك خبز، العاطفه الان توديك الى جرائم اكثر من ابنك، من ولدك. خل قلبك قاسي يا أخي وبلغ عن أفضل. الحين مثل الطفل أحيانا ما يرضى بالدواء، يرضى طفل تشربه دواء يرضى يشرب دواء، لكن أنت مجبر تعطيه. ليش؟ تعطيه جرعة من الدواء غصبا عليه حتى يطيب، حتى يتعالج. وانت الآن إلى الآن تأخذك العاطفة. لا، وكم حصلت من جرائم في المجتمعات نتيجة هذه العاطفة للأسف. تشوفه يتعاطى هالمواد، زي سكت عن يوم يومين، نصحته شهر شهر، خلاص هنا بلغ السيل الزبا، راح بلغ عنه. هذا أفضل حال يا أخي. عندنا قاعدة شرعية، الإنسان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وأسهلهما. وفي عندنا قاعدة التزاحم بين المهم والأهم. إذا كان الإنسان عنده شيء في أمرين مهم وأهم، طبعا يتجه إلى الأهم. والأهم هنا إذا ولدك يتاجر بهالسموم وهالمواد ما تسكت عن هذا مهم، لا، تختار الأهم، راح بلغ عنه لأجله، لإصلاحه، حتى لا يرتكب أضرار أخرى. ولما هو أنت ترتكب الآن أخف الضررين حتى لا يترتب على ذلك أضرار أكبر. لكن للأسف على من تقرأ توراتك يا موسى، إي والله على من تقرأ للأسف. ولا الوقاية خير من 1000 قنطار علاج. والإمام علي عليه السلام ماذا يقول؟ يقول ترك الذنب أهون من طلب التوبة. يا أخي أنت اترك الذنب يا أخي، راح بلغ عنه حتى لا يرتكب بعدين. أنت راح تفقد ابنك. هالعاطفة حين شو تسوي فيها؟ العاطفة هذا شو بتفيدك؟ العاطفة راح بلغ السلطات. لا حول ولا قوة. لكن مبلجة مثل ما يقولون وقع الفاس في الراس، أو كما يقول الإمام علي عليه السلام يقول ولا نتخوف من قارعة حتى تحل بنا. ما نتخوف من قارعة حتى لحلت فينا قمنا نولول ونتحسر ونتأوى. يا أخي من البداية راح بلغ السلطات، بلغ الجهة ذات العلاقة المسؤولة. صدقني هنا راح ابنك وش بيسوون فيه؟ بيعالجونه، بيودونه المستشفيات. المهم هم أعرف، هم الأقدر على إصلاح وإشفاء ابنك من هذه الآفة. لا حول ولا قوة. ماذا عسانا أن نقول؟